السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نحكي قصة سرقة الحجر الأسود على يد القرامطة لازم نعرف الأول مين هم القرامطة وليه يسرقوا الحجر الأسود من الكعبة. وتعالوا نشوف مين دول الأول وبعدين هنعرف عملوا إيه وليه عملوه. اهلا بيكم، انا نور عجلان وانتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومه من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. القرامطة هي دولة سياسية متطرفة وفرقة دينية متشددة انبثقت من رحم الإسماعيلية اللي بتتبع الإمام جعفر الصادق. كونها حمدان بن الأشعث ويلقب بحمدان قرمط لقصر قامته وساقيه، والتنمر طلع له جذور تاريخية. والفرقة الإسماعيلية دي تاني أكبر فرق الشيعة بعد فرقة الاثنى عشرية، وهي من الفرق الباطنية. وفرقة باطنية بمعنى بتفسر النصوص الشرعية بعيد عن معناها الظاهر لمعاني باطنية غير معهودة ولا معروفة عند المسلمين شرعا أو لغة أو عقلا أو منطق. ونشأت القرامطة كحركة ثورية اجتماعية وسياسية ضد الخلافة العباسية السنية. وحمدان قرمط من عربستان في الأحواز ورحل للكوفة، واعتمد القرامطة نظام التنظيم السري العسكري، وكان ظاهرها التشيع لآل البيت، وحاربت ضد الخلافة الفاطمية الإسماعيلية اللي هي مشتقة منها أصلا. وقدر أبو سعيد الجنابي، وده من أصول فارسية بأمر من حمدان بن الأشعث اللي هو حمدان قرمط، انه يقيم دولة القرامطة في اقليم البحرين. ولكن دعوته دي وصلت اليمن ونواحي اليمامة والحجاز واطراف الشام وابواب مصر. والقرامطة دولة سياسية متطرفة، وفيه بعض الباحثين بيعتبروها من اوائل الثورات الاشتراكية في العالم. وقدر ابو سعيد الجنابي انه ينشر الدعوة تحت ستار العمل التجاري، وبعد ما بقى له اتباع كتير اعلن قيام الثورة سنة 286 هجري، وده بيوافق 899 ميلادي. وبدأ بقى يمد نفوذه على كل البحرين، واستخدموا اسلوب متطرف جدا وعنيف جدا علشان الناس تخاف منهم، حاجة كده زي شغل المغول. وحاول يحتل عمان بس ما قدرش. وقبل ما يموت وصى ابو سعيد الجنابي لابنه الصغير سليمان انه يكون خليفته، بس اللي حصل ان ابنه الكبير ابو القاسم هو اللي تولى زمام الامور مؤقتا لحد ما سليمان يوصل لسن الرشد. ولما وصل سليمان لسن 17 سنة تولى الحكم مكان ابوه، واختار لنفسه كونيا وهي ابو طاهر الجنابي. والكلام ده سنة 310 هجري الموافق 923 ميلادي. وقتها بدأت أنظاره تتجه ناحية الخلافة العباسية، وساعتها كانت الخلافة العباسية ضعيفة جدا. وأول سنة في حكمه هاجم البصرة ونهبها وسابها خراب، وبعد 3 سنين دمر الكوفة وهزم الجيش العباسي كله، وحاول يدخل العاصمة العباسية بغداد بس معرفش. وسنة 317 هجري وده بيوافق 930 ميلادي أبو طاهر الجنابي راح الحج، وقال للحامية العباسية اللي بتحمي الكعبة ان هو جاي علشان يدفن رفات الموتى بتوعه هنا ويتبارك بالمكان المقدس ده اللي هو يعتبر اقدس بقعة عندنا كمسلمين، بيت الله الحرام. ويا دوبك دخل الحرم من هنا وهوب كل الناس اللي كانت عاملة نفسها حجاج وجاية تحج وتدفن رفات موتاها علشان تتبارك بالمكان فجأة قلبوا على جنود وبدأوا يدبحوا في الحجاج، وقتلوا 30,000 حاج، لدرجة ان بئر زمزم يومها اتردم من كتر القتلى، وسرقوا المدينة المنورة كمان. وبس كده؟ لا، لسه الأسوأ لم يأتي بعد. دخل أبو طاهر الجنابي على الحجر الأسود وخلعه من مكانه، وما اكتفوش بقى بأنهم يقلعوا الحجر الأسود من مكانه بس، ده أخدوا كمان باب الكعبة. وحربتهم قبيلة هزيل حرب شديدة استمرت كذا يوم، والقرامطة كانوا خلاص هيتهزموا. وقدرت قبيلة هزيل لوحدها تحرر كل الأسرى اللي أسروهم القرامطة وترجع أموال أهل مكة. وحاول القرامطة
قلع ميزاب الكعبة، بس قبيلة هزيل رمتهم بالسهام من فوق فما قدروش يقلعوا ميزاب الكعبة. والميزاب ده هو الجزء المثبت على سطح الكعبة علشان يصرف المية المتجمعة على سطح الكعبة المشرفة عند غسل السطح أو سقوط الأمطار، اللي هو بالبلدي عندنا في مصر يعني المزراب بتاع البلكون. هجوم القرامطة على الكعبة ده حصل في يوم التروية، يعني في موسم الحج، والغارة حصلت على مكة والناس بملابس الإحرام، وحاولوا كمان يسرقوا مقام سيدنا إبراهيم، ولكن سدنة الكعبة اللي هم بيقوموا على رعايتها خبوه منهم ومعرفوش يوصلوا له. القرامطة بعد ما خرجوا من مكة ومعاهم الحجر الأسود والأموال اللي سرقوها من الناس، وفي طريقهم بقى للإحساء خرج وراهم ابن محلب أمير مكة التابع للخلافة العباسية، وكان معاه مجموعة من الفرسان، وطلب منهم يرجعوا الحجر الأسود لمكانه وهيديهم كل أمواله وأموال فرسانه. بس القرامطة رفضوا طلبه ده واتقتلوا لحد ما اتقتل ابن محلب على يدهم، وكانت دي أول محاولة لاسترداد الحجر الأسود وفشلت. وبعد كده لما رجعوا لبلادهم اللي هي الإحساء ومعاهم الحجر الأسود، حطوه في كعبة بديلة في الأحساء علشان الناس بقى تيجي تحج ليه. وسنة 318 هجري الموافق 931 ميلادي سن أبو طاهر الجنابي الحج إلى الجش في القطيف بعد ما حط الحجر الأسود في بيت كبير، وأمر القرامطة سكان المنطقة في القطيف بأنهم يجوا يحجوا للمكان ده، بس الأهالي رفضت، فبدأوا القرامطة يقتلوا في الناس اللي في القطيف كلهم. طب هو ليه أبو طاهر الجنابي عمل كده؟ لأسباب كتير، ولكن أهمها أن القرامطة كانوا من أشد أعداء العباسيين، لأن العباسيين اضطهدوهم وطردوهم في كل مكان وقتلوا منهم ناس كتير. كمان القرامطة رغم أنهم في الأول كانوا على علاقة صداقة قوية جدا مع الفاطميين، لأن الاتنين بيدينوا بالمذهب الشيعي الإسماعيلي، بس بعد كده اتقلبوا على الفاطميين وهدموا أملاكهم في الشام وفلسطين، لأنهم اختلفوا في تفسير بعض النصوص طبقا للطريقة الباطنية اللي هم بيفسروا بيها النصوص. أبو طاهر الجنابي بقى كان عنده قناعة إنه خلاص عرف مين هو المهدي المنتظر، وهو أبو الفضل الأصفهاني، وده شاب ادعى إنه من نسل الساسانيين، وده اسم الإمبراطورية الفارسية الثانية، وبيرجع تسميتهم للكاهن الزرادشتي ساسان. ساعتها أبو طاهر الجنابي سلم لأبو الفضل الأصفهاني الدولة سنة 318 هجري، وأبو الفضل ده بقى نادى لإحياء المجوسية، واللي مش عارف المجوسية هي الزرادشتية، ودول بيعبدوا النار ولازم النار تفضل والعة على طول. وكان أبو الفضل الأصفهاني بيكره العرب والمسلمين جدا، وحرق في 80 يوم بس مجموعة كبيرة جدا من أمهات الكتب الإسلامية. أبو طاهر الجنابي وقفت ضد أفكار ابنها واتأمرت على قتل الأصفهاني والتخلص منه، وكشفت للناس إنه شخص مزيف ومش هو المهدي المنتظر بتاعهم ولا حاجة، وعلشان تفقسه مثلت إنها ماتت، لأنه المفروض لو هو المهدي المنتظر يعرف إنها عايشة مش ميت، ولو ميتة يحييها، فهو معرفش يعمل أي حاجة. ولما فشل في إنه يعرف إن هي حية ولا ميتة، وحتى لو ميتة فهو فشل إنه يحييها وفقا لمعتقدهم عن المهدي المنتظر إنه بيحيي الموتى، فهنا الناس اتأكدوا إنه مش المهدي المنتظر وبشر عادي. ساعتها أبو القاسم سعيد أخو أبو طاهر الجنابي قتل للأصفهاني. وقتها أبو طاهر الجنابي رجع يعمل غارات على قوافل الحجاج اللي بيعدوا من الجزيرة العربية، لدرجة إن الناس من الخوف بدأوا ما يروحوش الحج سنة بعد سنة. القرامطة استغلوا ضعف الدولة العباسية وتفككها لدويلات صغيرة وانشغالها بالحرب مع ثورة الزنوج. وثورة الزنوج دي ثورة بارزة ضد الدولة العباسية، بدأت في منتصف القرن الثالث الهجري قرب البصرة في العراق، وكانت بقيادة علي بن محمد، واستمرت حوالي 14 سنة ومات فيها ناس بالآلاف قبل ما تنجح الدولة العباسية في إخمادها. أبو طاهر الجنابي وهو بيقلع الحجر الاسود جاله راجل علشان يمنعه، فضربه بخشبة تقيلة على ايده. فين الطير الابابيل وفين الحجارة اللي من سجيل؟ وبعد كده قلعوا الحجر الاسود من مكانه وخدوه وراحوا على الاحساء، وده اللي قاله ابن كثير. وبيقول ابو بكر الجراعي في كتابه تحفة الراكع والساجد باحكام المساجد انهم باعوه للخليفة المقتدر العباسي ب30,000 دينار ذهب، ولما حبوا يسلموه جابوا شهود
وهم بيسلموه. فالخليفة المقتدر قال لهم وانا ايه عرفني ان ده الحجر الاسود؟ ما يمكن جبتوا لي اي حجر اسود وخلاص من الصحراء وبتقولوا لي هو ده. هو انتوا لكم امان؟ ده انتوا الناس اقتحمتوا حرمة بيت ربنا. ساعتها القرامطة سكتوا لان ما عندهمش حجة ولا رد، فعلتهم كبيرة. بس ساعتها كان فيهم عبد الله بن حكيم المحدث، فقال الحجر الاسود فيه علامتين، ولو مش موجودة يبقى مش هو. واول علامة في الحجر الاسود انه بيطفو على الميه، وتاني علامه ان الحجر الاسود مهما تولع عليه النار ما بيسخنش. وفعلا جابوا وعاء عميق وحطوا فيه الميه وحطوا فيه الحجر الاسود وطفى على وش الميه، وبعد كده ولعوا عليه النار مده طويله وما سخنش. ساعتها قال لهم هو ده الحجر الاسود، وقال اشهد انه الحجر الاسود. ساعتها تعجب ابو طاهر الجنابي من العجائب الغريبه للحجر الاسود ده. هو كان فاكره مجرد اي حته حجر وخلاص. الحجر الاسود فضل مع القرامطة 22 سنة في القطيف، وكل المحاولات اللي بذلها العباسيين والفاطميين علشان يضغطوا على القرامطة ويجبروهم انهم يرجعوا الحجر الاسود لمكانه تاني في مكة فشلت. والخلفاء عرضوا على القرامطة مبلغ 50,000 دينار ذهب وبرضه رفضوا. والحاجة الوحيدة اللي خلتهم يخافوا ويرجعوا الحجر الاسود تاني لمكانه في مكة هو التهديد اللي جالهم من المهدي العلوي الفاطمي العزيز بالله. وقتها بس خافوا ورجعوا الحجر الاسود تاني لمكانه في مكة وخدوا 30,000 دينار ذهب بس. القرامطة رجعوا الحجر الاسود سنة 339 هجري، وده بيوافق 950 ميلادي. وبيقال ان الحجر الاسود تم حمله قبل ارجاعه لمكة للكوفة، وتم تنصيبه في العمود السابع لمسجد الكوفة علشان الناس كلها تقدر تشوفه. وفيه واحد من اخوات ابو طاهر الجنابي كتب رسالة قال فيها اخذناه بقدرة الله ورجعناه بمشيئة الله ونستغفر الله. وبكده يكون الحجر الاسود رجع لمكانه. وبس كده، والسلام عليكم.